بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة يا رب العالمين. فيديو جديد ويوم كده جديد ان شاء الله بإذن الله. مشتريات الأسبوع بتاعتنا بتاعت كل مرة هنشوف كده احنا جبنا ايه وهنفرز ايه، يعني من الحاجات اللي احنا اشتريناها كده للتفريزات والحاجات اللي احنا هنشتريها للاستعمال الأسبوعي. بس لو انت أول مرة بتشوفيني ما تنسيش بقى تحطي لي لايك يا ست الكل، وتشتركي معايا في القناه لو انت اول مره بتشوفيني، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك باذن الله كل جديد بنزله. يلا بقى بينا كده. اول حاجه وببدا بيها طبعا كل فيديو وهي البطاطس كانت النهارده عندي سعرها اغلى شويه من كل اسبوع. يعني ايه هي اسعارها في متناول يعني هي في الاسواق كلها بنفس السعر، لكن بالنسبه لي انا كان سعرها غالي شويه. لا دي كانت كيلو وربع ب10 جنيه، طبعا حلوه. ناس كتير هتقول ده سعرها حلو جدا، بس بالنسبه لأنا كل مره بجيبها ب5 جنيه، كيلو ونص ب10 جنيه كبيره شويه، فيعني سعرها غالي شويه لكن حلو. جبت كده 2 كيلو ونص بكام؟ ب20 جنيه. وكمان جبت صغيره شويه هنشوفها دلوقتي مع بعض. انتوا عارفين ان انا بستخدم منها، بسلق كده منها وبعمل منها وصفات كتير. فدي كده كانت عامله قد ايه؟ دي كده كانت عامله 5 جنيه ونص تقريبا، حاجة زي كده. هو أنا أخدتهم في بعض كده زي ما هما 3 كيلو ونص ب20 جنيه، يعني كانوا حوالي ب5 جنيه ونص ولا حاجة. فهي حلوة وحجمها حلو. ساعات ممكن كده بسلق منها وأدحرجها كده زي البيض مع مكرونة مع رز بشعرية، بتأدي كده الغرض وبتبقى حلوة وجميلة وما شاء الله عليها. فزي ما احنا شايفين أنا كده جبت ب40 جنيه من البطاطس. دي بقى خلصت بقى من البطاطس أشيلها، وبعدين بقى نشوف باقي المشتروات. بعد كده بقى الطماطم، زي ما احنا شايفين الطماطم كانت ما شاء الله عليها جميلة وزي الفل. النهاردة كانت عاملة قد ايه الطماطم دي؟ كانت جبت كده طماطم ناشفة جميلة زي الفل كده، حمرا كده وزي العسل. عاملة قد ايه؟ عاملة 5 جنيه الكيلو. الطماطم دي كانت عاملة 5 جنيه. وجبت كمان المستوية منها شوية عاملة 4 جنيه. حلوة جدا ما شاء الله عليها، وش القفص كده زي الفل. شايفين ما شاء الله ما فيهاش يعني ما فيهاش ولا كلمة. عاملة قد ايه؟ عاملة 4 جنيه. فأنا كده جبت 5 كيلو ب20 جنيه من الطماطم دي، وجبت كده 2 كيلو ب10 جنيه عشان كان عندي طماطم قبل كده. حلوة جدا ما شاء الله عليها. هعملها بقى صلصة، هفرزها زي ما احنا بنفرز مع بعض على طول كل حاجة. فببدأ بقى ان انا كده اتسلى، لان كنت جايبة طبعا كمية طماطم كبيرة وكلكم عارفين اللي متابعني. نشيل بقى الطماطم ونشوف بقى باقي المشتروات بتاعتنا. جبت بعد كده الجزر ده كان ما شاء الله عليه يعني حاجة كده زي الفل. عامل قد ايه؟ ب5 جنيه الكيلو. فأنا جبت 3 كيلو، نقيت منهم كده شوية يعني حلوين كده الولاد تاكل منهم. عارفين طبعا كلنا ان الجزر مفيد جدا جدا. فأنا جبت كده شوية بنفس الطريقة دي، بنفس يعني الحجم ده كده. شايفين صغيرة شوية أقشرها كده للولاد ياكلوه. وجبت كمان بقى الكبير هفرز منه بقى البسلة، وهفرز منه يعني زي ما احنا كل اسبوع كده بنشيل. طول ما الجزر كده ان هو رخيص هاتي منه للولاد ياكلوا منه. هو سعره حلو جدا ما شاء الله عليه يعني زي الفل. هاتي للولاد ياكلوا منه حلو كده ومقوي للنظر. وطبعا احنا عارفين ان هو الجزر مفيد جدا جدا يعني. كمان جبت البتنجان ده كان عامل قد ايه؟ 5 جنيه الكيلو. فانا جبت كيلو واحد بس من البتنجان عامل 5 جنيه. معلش بقى على الدربكه. بعد كده كمان جبت الفلفل ده كان عامل الكيلو برضو كان عامل 10 جنيه. فانا جبت كده بقى نص كيلو، جايبه خلاص نص كيلو. بدات ان انا اجيب الاستعمال بقى اللي هو الاسبوعي، اللي هو يكفيني كده طول الاسبوع وخلاص، لان انا فرزت والحمد لله والشكر لله. فرزت كميه كبيره جدا طبعا من الفلفل. والكل عارف اللي متابع معايا ان انا ما شاء الله يعني مليت كده عدد كبير من الاكياس من الفلفل. كمان لقيت الخيار، اسفه، الخيار كان سعره غالي. فانا لقيت الخيار ده انا بستخدمه للسلطه. فانا لقيت الخيار ده كان صغير شويه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. كان ال2 كيلو عاملين 15 جنيه، يعني كبيره كده شويه لكن هو حلو ما شاء الله عليه يعني جميل، ما فيهوش اي حاجه زي الفل. زي ما احنا شايفين ال2 كيلو ب15 جنيه. كان في خيار تاني رفيع شويه وكده عامل قد ايه؟ عامل الكيلو الواحد 15 جنيه، والكيلو ب 12. يعني كانوا بيبيعوه ب 2 كيلو ب 25 جنيه. فانا جبت كده 2 كيلو ب 15 جنيه من الخيار ده. طبعا انا بستخدمه للسلطه.
بعد كده بقى جبت اليوسفندي، جبت كده نوعين من اليوسفندي. عامل قد ايه؟ جبت كده الصغير ده عامل 5 جنيه، ده عامل 5 جنيه كيلو، صغير شويه. وكمان جبت منه من نفس البياع برضو، بس بيبقى بقى طبعا ايه حاطط يعني كده عاملهم طبعا اصناف. فده كان كيلو ونص ب10 جنيه، فانا جبت كيلو ونص ب10 جنيه، وجبت 2 كيلو ب10 جنيه. برضو الاولاد كده تسحب منه طول الاسبوع كده، يفضل عندهم حاجه حلوه. ومنها برضو ان هو ارخص شويه وبس سعره حلو. كمان جبت البرتقال، ده برتقال سكري. انا ما جبتش برتقال بسره الاسبوع ده، كان عندي كميه كبيره الاسبوع اللي فات، كنت ناويه ان انا افرزها، فبس ما فرزتهاش، ما حصلش نصيب وسبتها كده للاولاد ياكلوها. فانا جبت كده كيلو ونص من البرتقال السكري، عامل كيلو ونص ده عامل 10 جنيه. كمان البصل اللي لسه يعني شادد كده حلو شويه، لكن يعني نوعا ما كده جبته صغير شويه، مش حجمه مش كبير قوي يعني. زي ما احنا شايفين مع بعض الكيلو كان عامل 20 جنيه. كان في طبعا الكيلو ب25، لكن انا جبت في متناول ايديا ويعني وسعره حلو، وهو ما شاء الله عليه جميل، ما فيهوش اي حاجه خالص يعني. كمان البسله، انا جبت كيلو واحد بس من البسله. زي ما احنا شايفين الكيلو ده عامل 20 جنيه. انا جبت كيلو واحد بس من البسله، لان انا كنت جايبه الاسبوع اللي فات يعني. فانا لقيت بقى الفلوس كده مش هتكفي معايا قد كده يعني، فانا جبت كيلو واحد بس. كل اسبوع بقى ان شاء الله هجيب كده لحد ما نملى بقى درج كده في الفريز. اخر بقى حاجه معايا وهي الموز. الموز كان زي الفل ما شاء الله عليه، يعني حاجه كده زي العسل. عامل قد ايه؟ كان عامل، انا جبت الموز ده ب11 جنيه. موز جميل ما فيهوش اي حاجه، زي الفل زي ما احنا شايفين زي العسل. كان عامل قد ايه؟ عامل 11 جنيه الكيلو. هما كان 2 كيلو ب25 جنيه، بس هو يعني انا وزنت 2 كيلو اخد مني 22 جنيه. بس كده يا بنات، دي كده كانت المشتريات بتاعتنا. حاجه كده يعني خفيفه وفيديو لطيف كده وظريف، بحب اشاركه معاكم. ما بحبش بقى اعمل كده في نفس الفيديو وصفات واتقل عليكم الفيديو كده، مش هيبقى مشتريات بقى ووصفات ورغي كتير. لا، انا قلت كده اقصر عليكم المسافات شويه، ندردش كده شويه مع بعض، واوريكم بس شويه المشتريات اللي انا جبتها. طبعا البسله هفرزها، اسمه ايه الجزر ده برضه هفرزه. في حاجات كده حاجات. ان شاء الله باذن الله نعمل وصفات كتير مع بعض، ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم. ان شاء الله باذن الله مكملين مع بعض الفيديوهات احلى واحلى باذن الله الفتره اللي جايه. واستنوا الفيديو اللي جاي بقى، انا حبيت كده انزل ده يعني فوق البيعه كده زي ما بيقولوا في النص. لكن الفيديو الاساسي اللي كان هينزل النهارده اللهم بارك باذن الله باذن الله باذن الله هيعجبكم. في وصفات حلوه كتير كتير وافكار زي الفل. كل سنه وانتم طيبين، بنعمل افكار كتير لرمضان ان شاء الله باذن الله. استنوني الفيديو اللي جاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير سبسكرايب واشتراك في القناه، واسيبكم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.